Kahadulso derkiwaus, kahadulso derkiwaus. Ska mushtet isso, كلش بعض، مشتت بعض. يعني الإنسان كثيرا ما يقع في الذنب، يذنب ويندب ويذنب ويندب، كيف يترك ويغادر هذا الذنب؟ يقول النبي يتخلص منه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويمر صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، آدم تهنا مدولج وسجت ترجع غلط والج وشان وخير الخطائين التوابون. سجت ترجع غلط والج وشان يقل إقردك يور دائما جت ترجع توب ديش شيء ديابلج وكانتير عوالج دل يختبرز جوار توب ديش وروشا. وهنا نأتي إلى ما قلناه في جواب السؤال الأول، أن هناك معنيين في داخل كل واحد منا لابد عليه أن يتخلق بهما: خوف ورجاء. خوفي يوحنز دي سادلج والكاملج ويحاضر خوفي رجاء يا الحمد لله. السجمعنش يقصد يرجدال السجمعنش تأكل دي ديزوي. فالخوف يحجزك عن الوقوع في المعصية، والرجاء يجعلك تحسن الظن في الله أنك إذا رجعت إلى بابه فإنه يقبلك. دل كثير يا الصحابة دل أسخلرات يواقصوا هوني أصلا يقبضوا خلصوا أم بقدر ديالك ستساخلرات ديال تغيتم ستساخلرات شو ديك عملش حيرة توك. وقد أتت نصوص كثيرة في تأكيد هذا المعنى لترغيب الناس في العودة إلى الله والمبادرة إلى التوبة. باش نصوصش طيب مثلا قمعش حديث صلى الله عليه وسلم سد كانوا يغوالش خلويس يغوالش سهويش خلويس توبدش خلويس عبلبودش. فجعل الله سبحانه وتعالى الفلاح مرتبطا بتوبة الإنسان: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بيوت أهل ديك خلر حم ديك شك دار الفلاح يا أخي الله حم إرسمت لش بريوس بيت بريالو أقوي از توبدش خلرا ديكات از دار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبدش خلش وابصلنا لعلكم تفلحون. شن بيوت أهل ديك خجولش عن حاق دات ستوبدش خلر جاء بيوت أهل ديك خلر ديك خلر بسنجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فباب الله تعالى مفتوح على مدار اليوم والساعة لاستقبال التائبين. ويمر الرسول صلى الله عليه وسلم بيسن غارت بيان بولج وصيغر دينا از يوبيال الشيدان بولج وقدر ديختي بيان زيوبيال استيسق بولج الله سيغر سوديال بولج وغارت بصنجش ضد استيسق بولج وشا اشت دينا غارت بيان بولج وصيغ بيسن از ديختي بيان بيسن صنجش دي استيسق بولج وشا الله دائما جشدج وشا نهدس. لكن ينبغي حتى تكون التوبة مقبولة أن تكون توبة صحيحة أولا. توب قابل دش خدولش دابل توب دعوة خدولش دم ديز نيسلي ديز استوب. وصحة التوبة إنما تكون بحصول الندم الحقيقي على وقوع الإنسان في المخالفة. بقى إنسان نيس دولش دول استوب سجوا شداد دولش غلط ونخ بقى صديقتي والدس صديقتي والد ثاني في الأسلوب ها. وبأن يقلع عن المعصية ويعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى. شداد الجلقة حقا أزقعت قطعت أزقدت مدات أنا دقيق شخص وشو دقيق برساني في الأسلوب. وإذا كان الذنب من حقوق المخلوقين فإننا نزيد على هذه الثلاثة أن يتحلل الإنسان من المظالم. توب خدولش حنزوي حاضر ديختي والويس شيلين لجوز الأصل عدت يسو اسقدت مدات أنجو يسو قحب ما قاعد سنة سسقو ديالو لجوز الغالط أدمي حق شيخ حاشا خلي نا ظلم ديال سوشت حق حاشا سو حق خلي ديال خم أتوخ ويستن توب خدولش سو دي زرفت شيخ حاشا دول ظلم شيخ حاشا دول نيا حق داتك يسو سو حواس دول بيزنس. فإذا كانت التوبة كذلك فإنها حينئذ تكون توبة صحيحة. وربما يقع الإنسان في نفس المعصية مرة أخرى بمقتضى الضعف البشري.
Han zei anders steekt zo toop dooi, toop chak dalsen, toop golsen. En bagde sak shi isha khalra. Shi sak khalra, shi isha khalra, sak gir khil yo galat dosh خلص دقس. وهذا لا يقدح في صحة التوبة الأولى. صحال سودات ولج دول توبة دوه ديش سنحم إيش ديش دات شالق سنجرز قيوه ديش هذا. بل قد ورد في الحديث الشريف أنه يقبل منه ولو عاد في اليوم 100 مرة. فيمر حديث جدار تصبوا تطوب ديش وتاع يوه بعد سورز يوه كحد هذا ليه سو يوه توب ديش دات قابل سنجرز. وهكذا حياة الإنسان الأمر فيها سجال بين جند الرحمن وجند الشيطان، تارة هذا يفوز بجولة وتارة ذاك يفوز بجولة، والمعول هو على لمن الغلبة. اشدق سجي واحد دار قهية دار اسكر دار ديتا الملك شدقاس سار شين دكتو سجدول ديك هم حيات جوز يتقى شيء وشين دكتو سجدول خاص دول هم حيات جوز صاني أنا رئيسش صوّق شو أنا رئيسش إشت باش لولش ده سشن حما يقي صغار والش أنيس والش إشت حضار سجي واحد أم بقدر كوت تقدر ما قاعد سن ديك قاعد قاعد سن كوت اللي هو اللي إصدق بحياته جدار. وليحسن الإنسان ظنه بالله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى عند ظن عبده به فليظن كل منا في الله ما يشاء. كرت يدرسبو شي دال سولجول الخوزير دق دال أنا أمدق سي لا صو شي سوي عن بوتش بس وسط إنسانية صدق دال ثاني خوز الخليص قلي. ولنتخذ من سؤالك الكريم هذا سببا لكي نعلن جميعا التوبة العامة من جميع الذنوب، فلنقل جميعا نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. قولوا نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يسرنا في الدنيا وفي الآخرة.